إثر بلاغ وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة مفاده سطو مسلح على مركز بريد بلدية أغبال. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت إشراف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائية بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة العلمية والاستعانة بخريطة الكشوفات الهاتفية. تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بمعلمة. تم توقيف المتورط الأول الذي أفادنا بعد مواجهته بالأدلة العلمية بأسماء بعض شركائه. بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف 3 متورطين آخرين مع استرجاع مبالغ مالية مسروقة بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية والمعدة سلفا لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروق. بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشريك الآخر العصابة بمدينة وهران وقام بإخفاء المبالغ المالية. توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسروق وشراء سيارة فاخرة نوع